السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله بخير. يسعد لي كل أوقاتكن يا رب، يسعد لي صباحكن إذا كنتوا عم بتشوفوني الصبح، ويسعد لي مساكن إذا كنتوا عم بتشوفوني المسا. أهلا وسهلا فيكن بقناة نوفي هوم، نورتوني وشرفتوني. إن شاء الله هيك يا رب فيديوهاتي تكون عم تنال إعجابكن يا رب. إن شاء الله بكون عم فيدكن ولو 1%. يعني نحنا كلياتنا ستات بيوت وشطورات ما شاء الله علينا. فبس إنه هيك الواحد بحب يفرجي أفكاره إضافة لأفكار حدا تاني. دائما نحنا بنتصفح على اليوتيوب، على الفيس، بندور على شغلات جديدة وعلى أكلات جديدة. فكل ناس بتختلف عندها الأكل، وبيختلف عندها الأذواق، يعني من بلد لبلد. قبل ما نبلش الفيديو تبعنا اليوم، خلينا نصلي على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم رح نعمل اليبرق، عاملته معكم بكذا طريقة. و طبعًا يعني هو فيديو عادي، يعني ورق العنب أو اليبرق من بيت لبيت بيختلف. التتبيلة بتختلف كل شي. هلّأ عندي هذا اليبرق مشتريته جاهز، بس بده تحلاية بالملح، من الملح، ونحطه بالمي، كل شوي بنغيّر له المي تبعه لحتى يطرى ويصير بهذا الشكل. كمان عندي نقعة هون أنا شوية رز، تقريبًا شي نص كيلو رز أو أكتر يعني. وعندي هون البهارات كمان، توم وملح وكزبرة وبابريكا وشوية كمون. وكمان حطيت ال7 بهارات متل ما لكم شايفين هيك. ما راح أحط أنا لحمة، لإنه أنا حاكية قبل هالمرّة إنه مو كل عيلتي بتحب اللحمة بقلب الأكل. بادوّر على اقتراحات تانية، فباحط اللحمة باحطها برّات اليبرة. هلأ هاي الحشوة هون مرّات أنا باحط لها البندورة، وباحط لها البقدونس، وباحط لها كمان شغلات تانية إضافية. فكل مرّة بنعملها شكل. حتى نحن بسوريا في عنا طبختين لورق العنب، اللي هو اليالنجي، واللي هو كمان ورق العنب هيك لحاله. فعنا كذا طريقة. عم قلكن من بيت لبيت بيختلف الأكل، وكل مرّة باحاول باغيّر بنفس الطريقة، وأحيانًا باحط لحمة وما باقول لهم إنه أنا حطيت لحمة، فما بيحسّوا إنه في فرق. فهيك هلأ بلّشت هيك لفّهم، شوفوا ما أحلاهم كتير طرايا. طبعًا هذا الورق مشروش أو معمول بالملح ومرصوص كتير، فبده تحلاي بالمي كل شوي لحتى كمان ما ياكل معنا طبخ كتير. طبعًا ما راح خلّص اليبرقات وأنا واقفة على المجلى، لأ أكيد راح أحطّن على الأرض، راح أنزل لفّن على الأرض، لإنه بياخدوا وقت. بس هنّن يعني اليبرقات مالن كيلو ولا نص كيلو، يعني بين الكيلو والنص كيلو، يعني مو كتار طلعوا، يعني طنجرة. بس أنا عملت جنبُن أكلات تانية. يعني هو اليبرق أو ورق العريش هو من نوع المقبّلات، يعني هي ما لها وجبة رئيسية. فدايمًا لمّا بدنا نعمل يبرق لازم نعمل شغلات تانية جنبها. لفُّن كتير سهل وطرايا كمان. لا تنسوا تدعمونا باللايك اشتراك إذا كنتم مالكم مشتركين، لحتى يوصلكم كل شي جديد أنا بنزله. هلأ هيك خلّصت الكمية تقريبًا. طبعًا أكيد ما رح صور لكم وأنا عم لف اليبرق كله. هلأ هيك خلّصت، هلأ رح صُفّن كمان بقلب الطنجرة. هلأ أنا هيك رُحت لعند اللحام، هذا دائمًا باجيب هاي هلأ نحن بنسميها بسوريا العصاعيص. فهي بتكون فيها لحمة وفيها كمان دهن بنفس الوقت، فهي بتعطي لذاذة كتير طيبة لليبرق. فجبتها طبعًا بهذا الشكل هيك. راح أقطّعها وراح أحطّها بسفل
الطنجرة رح أقطعها هيك متل ما لكم شايفين. هي فيها عبارة عن عظم ولحم وكمان ليه. هاي بتكون بمؤخرة الخروف. او لو شايفينها هيك كمان فيها لحمة، يعني مو بس هيك، يعني هي منيحة يعني. وحتى بتعطي طعمتها كتير كتير طيبة مع اليبرة. كمان اذا في عندكم شرحات ليا كمان فيكم تحطوا من تحت، يعني خيارات. هلا هيك خلصتن، رح حطهم بسفل الطنجرة. عم فرجيكم كيف هي فيها لحمة وفيها دهنة كمان. يعني حتى اليبرق بترجع طيابته لنوع الورقة أو نوع الورق تبع العريش. فهو إذا كان من نوعية منيحة فبتطلع الأكلة كتير طيبة وكتير لذيذة. هلأ حطيت الليب أو العصاعيص أو ما بعرف انتو شو بتسموها، حطيتها بسفلة الطنجرة وهيك صفت الطنجرة. وكمان هلأ رح حطهم على الغاز. هلأ عندي رح احط لها معلقتين ملح، معلقتين صغار طبعا مالن كتار. رح احط كمان دبس الرمان، ورح احط كمان زيت مشان يعطينا طراوة ويعطيها لمعة لحبة اليبرق. وراح احط كمان الليمون. هلأ هيك رح اضغطهم بمي سخنة كمان. رح احط لهم هيك تقل عليهم لحتى ما ينفشوا لفوق. هلأ هيك شفتوا قدرت قادر صارت طنجرة اليبرق يا ريت بالحياة الحقيقية هيك. طبعا أخدوا معي على الغاز شي ساعتين ونص على نار هادية. هلأ هيك صارت طبختي جاهزة. طبعا أنا كنت عاملة الأكل ومخلصة. عملت جنبه صحنين بطاطا، وعملت كمان البرك التركية. مثل ما انكم شايفين هيك رح أقلب الطنجرة لأنه صار وقت العشاء تبعنا. بسم الله. يا سلام، عن جد كتير كتير طيبين. يعني طرايا كتير وما أخدوا معي وقت. يعني أحيانا مثلا بياخدوا معي وقت على الغاز حسب نوع الورقة. يعني ممكن تجيبيه أغلى شوي ب10 ليرات أو أغلى بشي 20 ليرة، معلش، بس إنه ما بياكلوا معك جهد. وكمان بتكون الحبة دايبة ذوبان. هلأ هيك خلصنا أكلة اليبرق اللي بتعمليها بساعتين 3، أو ممكن تعمليها بنص نهار فبتروح ب5 دقايق. صحة وهنا على قلب اللي أكلوا. وإن شاء الله هيك يا رب فيديو هيك خفيف لطيف. ما حبينا نطول عليكم بالفيديوهات. إن شاء الله هيك يا رب تكونوا عم تستفادوا وتكونوا عم تستمتعوا بالفيديوهات اللي أنا عم نزلها. وإن شاء الله هيك يا رب تجعل أيامكم كلها خير وبركة وسعادة يا رب. وهيك بيخلص معنا الفيديو اليوم. إن شاء الله هيك بشوفكم بحلقات أو بفيديوهات جاي إن شاء الله. مستمرين إن شاء الله معكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.